صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. هنعمل مع بعض القرنبيط الدايت المقرمش بخلطته الجبارة. لو جربتوه حرفيا مش هتبطلوا تعملوه غير بالطريقة دي، بمعلقة زيت وبس. توفير التوفير، اقتصادي وخفيف جدا وطعمه حكاية. بس قبل ما أبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوا قناتي، أنا اسمي نور، بحب الأكل الصحي وهدفي التشجيع على حياة صحية وأكل صحي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه للكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد بينزل، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. اللايك بيرفع الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بينا نبدأ. سمرة قرنبيط متوسطة هنقطعها قطع حسب ما تحبوا حجم القطعة. قطعتها قطع متوسطة. هنسلق القرنبيط نص سلقة. هضيف حلة على النار واضيف فيها مية. هضيف ملح وكمون. اول ما المية تغلي هضيف فيها قطع القرنبيط. هتابعهم واخرج القطعة اللي اتسلقت. هتأكد ازاي انها استوت بحرف السكينة وهضيفها في القطعة. اذا دخلت بكل سهولة كده نتأكد انها استوت. هنجهز الخلطة اللي هنغلب بيها القرنبيط. هستخدم بيضتين. هخفق البيض. معلقة كبيرة زيت زيتون، البديل اي زيت نباتي بتستخدموه في العادي. هضيف عليهم نص معلقة صغيرة ملح، كمية الملح حسب الرغبة. رشة من الفلفل الاسود، ربع معلقة صغيرة كزبرة مطحونة، نص معلقة صغيرة كمون، زيها بابريكا وكركم، رشة من الشطة اختياري. هقلب المكونات لوقت ما يمتزجوا تماما. معلقة ونص كبيرة نشا، بيدي لون للقرنبيط وقرمشة حلوة جدا. معلقتين كبار دقيق اسمر، البديل دقيق شوفان. همزج المكونات مع بعضها كويس. انا مش بعمل دايت وحابة اعمل نفس الوصفة، استخدمي اي نوع دقيق متوفر عندك. هخفف الخليط بمية، استخدمت ربع كوب. هقلب المكونات لوقت ما يمتزجوا تماما. هضيف فصين توم مفرومين، فلفل اخضر واحمر مفروم، استخدمي المتوفر عندك. ربع كوب كزبرة خضراء مفرومة. هقلب المكونات مع بعضها. هركن الخليط يرتاح لمدة 10 دقايق والمكونات تتشرب من طعم بعضها. هغلف القطع بالخليط. هضيف القطع اللي غلفتها على مصفى عشان تصفي الزيادات. هكرر نفس الخطوات في الكمية كلها. الصينية اللي هرص فيها القطع دهنتها بنقطة زيت وبطنتها برشة من النشا. النشا بديل لورق الزبدة. هرص القطع. هدخل الصينية على فرن مسخن مسبقا على اعلى درجة حرارة لوقت ما القطع تاخد لون ذهبي وتقرمش. القرنبيط خرج من الفرن، لونه وريحته روعة، بيخرج من الصينية بكل سهولة. ده كده بيكون شكله. القرنبيط سعراته الحرارية قليلة جدا وقيمته الغذائية عالية. الفرق في طريقة التحضير، بجد خفيف جدا وطعمه رهيب، والأهم انه عجب الأطفال جدا. هندوق بقى ونشوف الطعم ايه. الطعم حكاية بجد، أتمنى تجربوه يعجبكم. ده كده بيكون شكل القطعة، مقرمشة جدا، لونها وريحتها روعة. الصوص اللي قدمته مع القرنبيط كنت قدمته معاكم في فيديو كباب الدجاج، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف اللي حابب يشوف الطريقة. قدمت معاكم وصفة القرنبيط بدون بيض، هسيبها في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها. اذا حابين المزيد من وصفات القرنبيط الصحية اكتبولي في التعليقات وان شاء الله نشارك الطريقة مع بعض. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم المرة الجاية في فيديو جديد. دمتم بصحة وعافية.